اهلا بحضراتكم النهارده في حلقه جديده من برنامج ابديت. النهارده ان شاء الله هنكمل على الحلقه اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها على اخطار ومشاكل التكنولوجيا بصفه عامه من شاشات ذكيه، استخدام الموبايل والتابلت والتلفزيون على الاطفال. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الاضرار ديت بالنسبه للكبار والبالغين، ودي برضو مشكله كتيره اجتماعيه بنتعرض ليها من غير ما نحس وما بنعرفش انها مشكله الا لما بنقع فيها. النهارده هيكون معانا برضو دكتوره منى البوصيلي استشاري الطب النفسي بعد الفاصل ان شاء الله. دكتورة منى اهلا بحضرتك معانا النهارده. اهلا بك يا باشمهندس. النهارده عايزين نتكلم على خطورة الاستخدام التكنولوجيا مع الناس الكبيرة بقى مش الاطفال زي الحلقة اللي فاتت. فهل الشخص الكبير ممكن برضه يصاب بالادمان زي الطفل ولا ده ما بيحصلش؟ احنا هناخد كلمة السر اللي قفلنا بيها الحلقة المرة اللي فاتت وهي الدوبامين، لان الدوبامين هو المسؤول عن احساس الانسان بالاستمتاع او احساسه بان هو عايز يكرر النشاط ده لانه مستمتع بيه. ده اللي بيحصل بقى مع المراهقين ومع الراشدين، يعني احنا الكبار هنقسمهم لمراهقين وراشدين لان التأثير برضو مختلف. فترة المراهقة هي مرحلة بناء الشخصية، فزي ما قلنا على الأطفال تأثير الشاشات بيأثر على النمو النفسي والعقلي والاجتماعي، سن المراهقة بيأثر على بناء الشخصية. شخصية ازاي بيتفاعل مع الآخرين، ازاي بيحط لنفسه أهداف في الحياة، هل المراهق ده بدأ يبقى عنده أحلام لحياته عايز يحققها، عنده دافعية إنه ينجح وإنه يبذل مجهود، عنده رغبة في التفاعل مع الآخرين، عنده رغبة في إنه يبان قدامهم بشكل جيد. عشان كده من العلامات اللي في منتهى الخطورة في سن المراهقة إن أنا بلاقي إن المراهق ما بقاش مهتم بشكله، بينزل مش مسرح شعره، بيلبس أي حاجة، ما بقاش مهتم بفكرة إن أنا بشتري من هو في حاجات سلبية في المراهقة بس طبيعية. يعني يا جماعة أنا لما بقول إن في سلوك طبيعي مش شرط يكون صح، بس طبيعي إنه يظهر في السن ده ان انا عايزه اهتم بشكلي، يعني والله لا ده انا عايزه اشتري براندات معينه، اصل انا سمعت زمايلي بيشتروا كذا. فلما الاقي المراهق ما عندوش ده يبقى في مشكله هنا ان شكله الاجتماعي مش فارق معاه. ففي سن المراهقه التاثير على بناء الشخصيه. في الراشدين بيبقى عباره عن خسائر، لان الناس الكبيره خلاص هو عقله اتبنى، الشخصيه اتبنت، لكن اصبح خسائر، بيخسر اللي كسبه. يعني انا كان عندي علاقات اجتماعيه وكانت الناس بتحب تقعد معايا، لا انا بدات ابقى مدمن الشاشه، قاعد طول النهار ماسك الموبايل، فانا ما بقتش اتفاعل مع الناس، بدات اخسر اسرتي، انا مش عايزه اتعامل معاهم او مش فاضلهم، انا طول الوقت ماسك الموبايل. بدات اخسر حاجات في عملي لان انا بقيت بزهق بسرعه، مش مستمتع بعملي، بطلت احقق انجازات. فمرحله الراشدين هي مرحله خسائر. بيجي لنا كتير جدا مشاكل الاطفال اللي ادمنوا شاشات، اتكلمنا عنهم الحلقه اللي فاتت، بنكتشف ان المشكله ان الام قاعده ماسكه الموبايل، فهي في خسائر في انجازاتها في الحياه. فده اللي بيحصل في السن الكبير سواء كان مراهقين او راشدين، ان الرغبه في الانجاز والاستمتاع بالتفاعل مع الحياه بيبدا يقل، وبالتالي انجازات الشخص ده في الحياه بتقل او بتتوقف ساعات. طيب في كتير مننا قوي بيتصفح السوشيال ميديا والفيسبوك والانستجرام والحاجات ديت ما بيحسش بالوقت الحقيقه، فايه خطوره ده؟ خطوره ده ان الشخص اصبح مش مدرك ولا قيمه وقته ولا قيمه ان هو يعمل حاجه مفيده او ينجز. احنا كاننا بنقعد نتفرج على الدنيا، وبعد شويه كمان بنتعود نتفرج على حاجات تافهه. يعني الاول احنا كان عندنا ادمان، بس الناس بتتفرج على، لان الاول كانت الماتيريال اللي بتتعرض مفيده، الناس بتتفرج على حلقات فيها مناقشات فيها معلومات علميه، وان كانت ملهاش لازمه ان انا اتفرج عليها بالكثافه دي كلها. لكن بعد شويه مع ظهور بقى الشورتس اصبح الانسان مدمن التفاهه. اتفرج على واحد بيقعد يفرقع بالونات، اتفرج على واحد بيقعد ينط ما اعرفش منين، يعمل حط سوائل على بعضها، وهكذا الترندات اللي عماله تطلع الناس كلها بتنشغل بيها. فاصبح في ادمان للتفاهه.
كل ده بيخلي العقل يبطل يشتغل، خلاص هو مش قادر يركز في موضوع جد، مش قادر يفكر، مش قادر يجيب افكار جديده او يتكلم على مشروعات او افكار جديده او احلام جديده عنده. فلاقي ان الشخص ده عمال يتراجع للاحتياجات الاساسيه كانه طفل صغير، هو عايز ياكل ويشرب، يعني حياته بتقف، انجازه بيقف. انا ساعات كتير اقول للاهل يا جماعه انتوا كانكم خلفتوا بني ادم ما كانش له لازمه في الدنيا، ما عملش حاجه، لا تفاعل مع الناس ولا انجز ولا نجح ولا اشتغل ولا حتى غلط وقاعد ما بيعملش حاجه. على فكره الولاد دول بالذات في سن المراهقه مش بيغلطوا، ودي كارثه. هو هيتعلم منين لو ما غلطش؟ يعني انا بلاقي المراهق ده مش بيكذب، دي مش ميزه، وبقول للام كده ده مش ادب واخلاق، دي هو مش فاهم اهميه الكذب لانه مش محتاج لها، هو مش بيتفاعل مع الناس اصلا، فمش بيكذب، مش بيتعامل مع بنات، وما عندناش بقى مشكله الاختلاط والبنات والاهتمام بالجنس الاخر مش موجوده، الاهتمام بالافلام الاباحيه مش موجود، الكلام عن المسائل الجنسيه اللي هي مهمه في سن المراهقه مش موجوده. هل ده دليل ان الولد ده كويس؟ لا، ده دليل ان الولد ده مش طبيعي، لان هو ما اتطورش الله ينور عليك، بما يناسب سنه، ما اتطورش التطور الطبيعي بتاع المرحله دي. الكبار بيبتدوا يفقدوا رغبتهم في الانجاز والنجاح. لا ده انا كنت عايز اطور شغلي، لا ده انا عايز افسح اسرتي عشان يتبسطوا، لا ده انا مركز مع اولادي محتاجين ايه، انا عايز اقدم خدمات للمجتمع. ده احد مراحل النمو والتطور الانساني، ان انا بعد ما حققت نجاحي انا والله اشتغلت وبقى كاريري كويس وثابت وعندي اسره ونجحت فيها والمستوى المادي بتاعي استقر، طب انا عايز اشوف المجتمع عايز مني ايه بقى، فيبتدي الانسان يقدم خدمات للمجتمع. ده احد النمو الانساني بيقف. انا اساسا مشغول بالحاجات التافهه، مش مشغول بان انا يبقى لي دور. فكل ده بيتوقف تماما في حياه البني ادم مع الادمان المشاهده وادمان الشورتس بقى والسوشيال ميديا. طب دكتورة، هل في علاقة بين الإفراط في استخدام السوشيال ميديا والشاشات عموما وما بين الاكتئاب والقلق؟ ايوه طبعا، بقى في علاقه مباشره دلوقتي بين السوشيال ميديا والافراط فيها وبين الاكتئاب والقلق. بس هنفرق بين الاكتئاب والقلق والاسباب. القلق بيتسبب له حاجتين، الحاجه الاولانيه احساس الانسان الدائم بالذنب او ان انا المفروض اقوم، وصراع دائم، طب لا ده الساعه فاتت كذا، ده انا المفروض ورايا كذا، وبعدين هبتدي اتخانق، لا طب انا مش رايح الدرس، ده لو هو لسه طالب او مراهق، او لو حد كبير انا ورايا حاجات المفروض اقوم اعملها. فده احد اسباب القلق. السبب الثاني للقلق اللي بيوضع قدامنا او اللي بنشوفه هي حاجات ملخبطه كتير جدا جدا بتخلينا عايزين نحقق ده ونحقق ده. احنا بنشوف ناس بتتصور معرفش في اماكن عامله ازاي، بنشوف ناس بتقول انها انجزت كذا، بنشوف ناس طالعه رحله في كذا، انا بحس طول الوقت ان انا المفروض اعمل الحاجات دي ومش عارف اعملها، انا عايز اشتري البراندات اللي بتتعرض قدامي في الاعلانات ومعيش فلوس اشتريها، فبندخل في مرحله القلق. السبب الثالث للقلق الحاجات اللي بتعرض علينا. يعني يا جماعه الفتره اللي فاتت دي مع العاصفه اللي حصلت مثلا في اسكندريه، احنا بقى اللي بيفتح فينا الموبايل بيلاقي حاجات معموله بالاي اي لشكل الموجه وهي بتجتاح المدينه، وكلام على ان احنا في خطر، وكلام على ان البحر المتوسط ما بقاش مستقر. الانسان لما بيشوف الحاجات دي بيبتدي يقلق، وبعد كده بيدرك ان كل دي حاجات فيك، وان ده كان فيلم معمول بالاي اي، وبالرغم من كده هو قلق. لا ده فجاه احنا قمنا في نص الليل فتحنا الموبايل قرينا خبر سيء. القلق والتوتر اللي بيحصل بيخضنا وبيفزعنا. انا من كام يوم واحده قالت لي انا بتفرج على فيديو وانا بروح في النوم، الفيديو ده كان فيه رن التليفون، يعني هو زي مشهد تمثيلي، ففي تليفون بيرن جوه المشهد التمثيلي. بتقول لي انا قمت على سرعه ضربات قلب رهيبه، تخيلت ان الساعه 3 بالليل مامتي اللي بتتصل بيا عشان عيانه، فقمت بنوبه هلع وقلق رهيب جدا، وبعد كده اكتشفت ان مش تليفوني اللي بيرن، ده اللي جوه المسلسل هو اللي بيرن. فالاسباب القلق طول الوقت عماله تتصدر وتدخل جوانا واحنا مش حاسين، بعد شويه بنلاقي نفسنا اصبحنا في حاله قلق. الاكتئاب بقى بسبب اولا شعورنا بالتقصير والخسائر، ثانيا اللي بنشوفه. عشان كده الانستجرام مصمم انه اكتر اسباب القلق في السوشيال ميديا. ليه؟ لان الانستجرام قايم على الصور، فالناس بتختار احسن بوزيشن، تتصور في قريه سياحيه، تتصور في مكان جميل، هي راحت رحله مره وقعدت تحوش لها قد كده، الناس بتتخيل، اللي بيتفرج بيتخيل الانسان ده عايش حياته كده، راح يتصور جنب عربيه غاليه جدا، هو تصور ان كل واحد يقدر يشتري العربيه دي ويقدر يلبس البراند ده، وبالتالي هو طول الوقت حاسس باحباط، حاسس بخذلان، حاسس ان انا كان المفروض اعيش في المستوى ده، وان الناس كلها عارفه تعيش وانا اللي فاشل. طبعا مع البنات الصغيرين احنا عندنا مشاكل رهيبه في قله الثقه بالنفس، ومشاكل رفض شكل الجسم بسبب اللي بيشوفوه من المودلز والتصوير، فاصبح اللي بنتفرج عليه سبب رهيب جدا للاكتئاب وعدم الرضا عن الحياه.
فده اتصال مباشر ما بين السوشيال ميديا وما بين القلق والاكتئاب. طيب من اللي حضرتك قلتيه كده واضح انه السوشيال ميديا فعلا بتأثر على ان النفسية بتاعة البني آدم، فهل برضو ممكن تأثر على الحياة الزوجية بين الزوجين؟ طبعا ده اصبح فيه تاثير مرعب ومباشر على الحياه الزوجيه. لان اولا فكره ان كل واحد فيهم بقى مشغول بالعالم بتاعه، كل واحد فيهم قاعد بيتفرج، لغه الحوار عماله تفقد مع الوقت. لان لو ده مش موجود زي زمان، هنتفرج على مسلسل وبعدين الاخبار وزهقنا، فقاعدين بقى بنتكلم بنناقش مشاكل الحياه. لا دلوقتي كل واحد مشغول، وحتى لو في طرف احبط ان الطرف الثاني مش فاضيله، فهيلاقي نفسه طب انا اعمل ايه؟ طب اروح ماسك انا موبايل. يعني حتى لو انا جايه وعايزه اتكلم مع زوجي، لا انا هلاقيه قاعد ماسك موبايله، فانا هدور على ايه؟ هروح انا كمان ماسكه موبايل. فبقينا كل واحد قاعد في حته لوحده، كل واحد بيهرب يعني قاعدين في نفس الاوضه وكل واحد قاعد في مكان منعزل عن التاني تماما. ده حقيقي، كل واحد عايش في عالم غير اللي التاني عايش فيه. ما بقيناش في عالم واحد. حاجه التانية طبعا عدم الرضا عن الحياه. لان انا في ناس دلوقتي البلوجرز والناس اللي بتطلع بقى بتعمل الريلز اللي عن حياتها الشخصيه او الفيديوهات، هو الواحد بيشوف ناس لا عايشه حياتها وبتنبسط، وزوجين ممكن يكونوا بيضربوا بعض ورا الكاميرا، بس قدام الكاميرا بيجيب لها هديه ويصوره وهو عايز ريتش بس. أكيد. فهي الناس بتتخيل ان هي دي الحياه. طب انا جوزي ما بيعمليش كده ليه؟ ما بيحضرليش مفاجاه ليه؟ واروح الاقيه مش عارفه اعمل لي ايه، فتروح راميه التليفون وداخله متخانقه مع جوزها على طول. بالظبط كده، داخله جايباه من قفاه على طول. تمام. فعدم الرضا عن شكل الحياه وشكل العلاقات خلى الانسان دايما متطلع لحاجه مش موجوده. طبعا بقى مع الاسف الشديد جدا ان السوشيال ميديا سهلت الخيانات الزوجيه بشكل مرعب. ان اصبح ومفيش تأنيب ضمير. انا ما خرجتش، دي كارثه كبيره. انا طبعا انا ما خرجتش، انا ما شفتش حد، ده انا يا دوب بتكلم. احنا مش واخدين بالنا ان ده بيفتح باب انفصال الزوجين عن بعض. كل واحد بقى بيدور على حد تاني وبيلاقيه طبعا بمنتهى السهوله، نبتدي نرغي ونتعرف ونتكلم، وبعد شويه طبعا بنلاقي المشكله اتحولت لقصه حقيقيه. فالسوشيال ميديا سهلت فكره ان كل واحد بيدور على بديل. ده انا عايز اقول لحضرتك كمان انه للاسف الشديد بقى فيه باستخدام الاي اي دلوقتي بقى فيه برامج بتتكلم مع حضرتك على انه طرف تاني. يعني مثلا انا واحد فبتكلم مع البرنامج على انه واحده عادي خالص، وبتبقى هي دي خلاص النموذج اللي انا بتمناه في الست اللي قدامي. بالظبط. فدي مشكله كبيره الحقيقه. الاي اي دي عايزه حلقه لوحدها وشغل لوحده. ليه؟ لان ده الكارثه اللي احنا مقبلين عليها في كل الاتجاهات، لكن احنا اللي موجود بين ايدينا دلوقتي كارثه، وهو تسهيل فكره ان كل واحد ينشغل في عالم اخر، وتسهيل فكره العلاقات. فخلاص الاسره بتتفكك فعليا، مش هزار. انا في عندي حالات طلاق بسبب الموبايل. الطلاق حصل بسبب الموبايل. ان الزوج قاعد طول الوقت بيلعب. مره زوجه قالت لي هو انا ايه لازمه اني اربي 3 اطفال؟ طب ما ربي خلاص ولادي الاثنين وهو يروح لمامته تاني. قالت لي انا بعمل كل حاجه وهو قاعد بيلعب جيمز. الطفل سخن وبيرجع، بنزل اجري بيه على الدكتور وهو قاعد في البيت بيلعب جيمز. ده كمان موضوع وصل لانه مفيش احساس بالمسؤوليه. طبعا وده استكمال بقى مرحله المراهقه اللي كان فيها عدم احساس بالمسؤوليه. خلاص بقى زوج وكبر الشاب واتخرج من كليته، جوزناه، بس هو مش فاهم ولا حاجه في الحياه اللي هو مقبل عليها دي. هو معتقد ان هو هيتجوز ويكمل حياته برضه عادي على التليفون، مفيش اي مشكله، زي ما مامته دلعته. بالظبط. طب ده يا دكتوره هيخلينا نسال بقى سؤال مهم جدا، اللي هو ازاي نعرف اننا فعلا دخلنا في مرحله الخطر؟ اول حاجه عدد ساعات استخدام السوشيال ميديا بكافه انواعها، تلفزيون، موبايل، بلاي ستيشن، وي، ايا كان بقى اللابتوب، ايا كان نوع الشاشه. زياده عدد ساعات الاستخدام عن المعدل الطبيعي، ودايما انا بحسبها لهم بال 24 ساعه. يا جماعه تعالوا نشوف، يعني ممكن مثلا الام تقول لي لا ده مش اقل من 7 ساعات ابني او بنتي او احنا قاعدين عليه الام. طيب احنا اساسا يومنا 24 ساعه، احنا بننام منهم مثلا 8 او 10 ساعات. بنأدي بعض المهام الفسيولوجيه الطبيعيه زي ان حد ياكل، يدخل حمام، يصلي، يعمل حاجه، دي مثلا ممكن نفرد لها 4 ساعات. ادي كده حوالي 16 ساعه من اليوم بتاعنا. لو خدنا من اللي فاضل من ال8 ساعات دول 5 أو 7 ساعات، فالانسان بيعيش الحياه الناضجه الواعيه بتاعته، اللي هو انا صاحي وبعمل حاجه مفيده، كلها على الشاشه. انا كده ما بقاش 7 ساعات، انا بقى الوقت الفاعل بتاعي كله بقى على الشاشه. فاول حاجه هو معدل الاستخدام اليومي. الحاجه الثانيه ضياع شكل العلاقات. احنا الاسره ما بقتش تقعد مع بعضها، ابني ما بقاش مستمتع انه يقعد معانا. ضياع الحياه الاجتماعيه، اللي ما بقاش بينزل يشوف صحابه، ولما اقول له كده يقول لي ما انا اصحابي بشوفهم هنا، بقابلهم على الموبايل، ما احنا بنلعب هنا، بنعمل شات هنا. فبيستبدل الحياه الاجتماعيه الطبيعيه بالشاشه. فضياع الحياه الاجتماعيه، ضياع الحياه الاسريه او انفلاتها مننا. نقطه تانية مهمه جدا اسمها الحياه المهنيه. يعني ايه الحياه المهنيه؟ يعني كل واحد فينا في الحياه له وظيفه.
الوظيفه دي هو بيأدي ايه. فالناس الكبيره الراشدين هي شغلهم ان يبتدي يتاخر على شغله، يبتدي يبقى مش مركز في شغله. لو هي ربة بيت او زوجه فهي حياتها ان بيتها بتأدي مهامه، البيت بتقوم تغسل تنظف تشوف اولادها محتاجين ايه. دي مهام ربة اسره لو كانت مش بتشتغل. طب لو طالب حياته الوظيفيه ايه؟ انه يذاكر وبالظبط تم بيروح المدرسه بيشوف اللي وراه. لو طفل ايه المهنه بتاعته؟ اللعب. انه يلعب وانه يخرج وانه يشوف صحابه. دي الجزء الوظيفي بتاع الطفل. فلو ده توقف يبقى انا كل حاجه وقفت خلاص. يعني احنا كده وقفنا فعلا الحياه كلها ما بين طفل وكبير وكل حاجه. الله ينور عليك. فدي العلامات ان يبتدي يبقى عندي خسائر. الطالب كان متفوق بدا مستواه ينزل، بدا ما يدخلش الامتحان. الانسان بدا ما بيتطور في شغله، لا ده بدا يتراجع. كان المفروض يطور شغله ما بقاش بيطوره. الزوجه اهملت بيتها. فلما ببتدي اشوف الخسائر ببتدي اقول ان لا احنا هنا دخلنا في مرحله الخطر، ولازم بقى لازم اللي عايزه برامج علاجيه قويه وحاسمه، وغالبا بتحتاج تدخل من حد بره. طيب دكتورة، من اللي فات واللي اتكلمنا عليه اكيد عرفنا انه في خطورة جامدة جدا من استخدام السوشيال ميديا بافراط واكتر من اللازم. فهل لو عرفنا او حسينا باعراض ان دخلنا في مرحلة الادمان او مرحلة المشاكل، هل في برامج ممكن تطلعنا من الموضوع ده؟ وامتى نبدأ نروح للدكتور او الطبيب النفسي؟ طبعا احنا اتكلمنا ازاي بنكتشف ان احنا عندنا مشكلة سواء في نفسنا او في اولادنا. لازم فورا نبتدي نلجأ لعلاج نفسي وطبيب نفسي يساعدنا في صياغة برنامج. البرامج دي بتبقى متفصلة على شكل حياتنا وعدد الساعات بتاعتنا والأنشطة اللي احنا نقدر نحطها كبدائل. فبنبتدي نعمل برنامج بيساعدنا في التقليل وفي وضع بدائل، ولكن طبعا بناء على شخصية كل واحد وعلى السن. برضو احنا لما بنتكلم على طفل غير لما بنتكلم على مراهق غير لما بنتكلم على حد كبير. يعني احنا في الأطفال بالذات في السن الصغير احنا بنقول للأهالي المنع التام، بنقفل الشاشات تماما عشان نقدر ندخل اهتمامات اخرى لعقل الطفل، لان الطفل عقله بيبقى مش راضي يتقبل اي اهتمام اخر. فلازم الغي ده تماما عشان الملفات اللي في المخ تبتدي تدريجيا تضعف وتاثيرها على الطفل يقل، فيبتدي يستقبل معلومات جديده. لكن لما باجي اتعامل مع مراهق مش هينفع اعمل معاه كده، فببتدي اقنن معاه الوقت. فبنبتدي نقعد، ولازم يا جماعه نعرف ان العلاج في جزء معاناه، في جزء هيبقى صعب علينا لاننا بننتزع حاجه ممتعه اصلا. فلازم ابتدي اجبر نفسي على تقليل عدد الساعات. ممكن اقلل باقه الانترنت، ممكن ابتدي احدد عدد ساعات الراوتر بيتفتح فيها ويتقفل. ممكن اوصل لمرحله ان احنا لا كوسيله علاجيه احنا لمده شهرين هنلغي الانترنت من البيت، وكل واحد هيعتمد على انه بيستخدم باقه من موبايله. فالباقات في النهايه محدوده، كل واحد على حسب بقى مصروفه في البيت. بس عشان العلاج ينجح لازم يبقى فيه رغبه حقيقيه جوانا، ولازم يبقى فيه تعاون، لاننا بنبتدي نحط برامج بديله. يعني هنحط شكل للعلاقات الاسريه، هنحط وقت اسره، هنبتدي نحط شكل لانشطه جديده الزوجين يعملوها مع بعض عشان يستعيدوا حياتهم الزوجيه مع بعض تاني. هنبتدي نحط بدائل في انجاز، يعني يلا مع بعض نعمل كذا، يلا هنلعب لعبه، يلا المراهق ممكن ننزله يشتغل. فالبرامج العلاجيه بتبقى قايمه على وضع سيستم داخل البيت لتقليل وقت الشاشات، ووضع بدائل بنشرف عليها بقى ازاي هتتنفذ بعد كده. فطبعا العلاج موجود، ولكن لازم تتوفر الرغبه سواء في الانسان نفسه انه عايز يعالج نفسه، او في الاب والام اللي عايزين يعالجوا اولادهم. لان احنا الاب والام بيجدوا في ايديهم حاجه سحريه بتقلل المشاكل. انا لو شلت الموبايل من ايدين الاطفال هسمع دوشه وجري وكركبه، والولاد هيضربوا بعض، واللي هيقع يتخبط واجري بيه على المستشفى، هيفتح الادراج ويوقع الحاجات. انا برتاح لما بديله الموبايل،
ونفس الكلام المراهق، انا متهيألي ان كده بحميه، اصله بدل ما ينزل ويروح يتعرف على اولاد مش كويسين ويشرب سجاير ده في اوضته، ما هو في اوضته وبيعمل مصايب اكبر من اللي كان هيعملها في الشارع. فلازم تتوفر عندنا الرغبه ان احنا هنستعيد دورنا في الحياه كأب وأم عايشين حياتهم مع اولادهم عشان البرنامج ده ينجح. طب دكتورة، يعني نقدر نقول كام ساعة في اليوم تحديدا تعتبر آمنة ما تدخلناش في المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها دي قبل كده، وايه دور الأسرة والمجتمع في انها تساعد على ده؟ خلينا ناخدها بالترتيب من زيرو، يعني الطفل من الولادة لغاية سن 3 سنين زيرو، مفيش خالص، مش المفروض خالص يتفرج، وخاصة السمارت سكرينز. لكن ممكن يتفرج على نص ساعة كرتون على التلفزيون، تلفزيون مش الموبايل، ناطق باللغة بتاعة الأسرة أو يعني بتاعة بلده اللي هو عايش فيها، بتاعة بلده اللي هم عايشين فيها. ولو احنا عايشين في بلد غير بلدنا تبقى بتاعة الأسرة اللي بتتكلم بيها. ما هي دي مهمة جدا الحقيقة. يعني عشان كده بقول بتاعة الأسرة مش بتاعة البلد، لأن عندنا ناس كتير مسافرة. لا، أنا بتكلم على لغة الأسرة مش لغة البلد. تمام. اللغة اللي بيسمعها في البيت، لأن دي لغته الأم. فده في السن الصغير، وطبعا من 0 ل 2 مفيش، لكن ممكن من 2 ل 3 تبقى نص ساعة، أو من 2 ل 4. بعد كده ممكن ابتدي أسمح للطفل بساعة كاملة يتفرج فيها على ماتيريال مناسبة للطفل، ويا ريت أشاركه فيها، يعني يا ريت أقعد معاه افهمه انت بتتفرج على ايه، بنتفرج مش اسيبه خلاص، بنضحك مع بعض، بشاركه. انا كمان بحب الحاجه معاه عشان ما يبقاش متعود على العزله، يبقى متعود على المشاركه. احنا بنتفرج مع بعض، ولو في قيم غلط اتقالت في النص ببتدي اصلحها بشكل لطيف فيه هزار، مش بشكل ان انا قاعده انكد عليه وهو بيتفرج. تمام. بعد كده بنبتدي نعتمد فكره المشاهده الجماعيه، يعني احنا هنتفرج مع بعض على حاجه، على مسلسل، على حتى لو بسيبه يتفرج على بعض الفيديوهات، لان طبعا بقى من سن 5 و6 سنين هو هيبتدي يطالب زيه زي غيره. أكيد. فانا ببتدي اقول له لا، طب هنتفرج مع بعض، احنا هيبقى عندنا نص ساعه او ساعه في اليوم هنتفرج فيها مع بعض. والافضل اني استقبل اليوتيوب على شاشه التلفزيون مش على الموبايل، عشان كلنا نبقى شايفينها، عشان نبقى شايفينها. وحتى انا لو قايمه بعمل حاجه في البيت انا سامعه ايه اللي بيتقال، لان الموبايل بيوفر عزله كامله للطفل، هو بيتفرج، بيختار اللي بيتفرج عليه، محدش شايفه ولا سامعه، فمعزول عننا تماما، هو كأنه راح في عالم تاني. لكن التلفزيون بيسمح لنا، يعني حتى لو بنادي طفل وهو ماسك الموبايل مش هيسمعني، مش هيرد عليا. لو بناديه وبيتفرج على التلفزيون هيسمعني. والله يا دكتوره، وللاسف يعني حتى بعد ما بيسيب الموبايل بيبقى دماغه في الموبايل، فبرضه ما بيسمعش. بالظبط، دي مشكله كبيره. بيجي لي وهو دماغه في اللي سايبه، فمش بيركز انا بقوله ايه حتى. فبنبتدي نعتمد فكره المشاهده المشتركه، احنا بنتفرج مع بعض. ممكن بقى من بعد سن 7 سنين ابتدي اسمح له ببعض الالعاب الصغيره. وطبعا انا بقول للاهالي معلش، ده كله ضرر، مفيش فيه فايده للاطفال والمراهقين. انا عايز اقول لحضرتك انه للاسف يعني البلاد اللي بتصنع الحاجات ديت هي مش سامحه اصلا لاطفالها ان هم يستخدموا الحاجات دي تحت سن معين. بالظبط، قبل سن 9 سنين ممنوع الطفل يستخدم التابلت والموبايل. بينفذوا ولا لا مش دي المشكله، بس المهم ان ده الصح. تمام. فانا بستخدم الحاجات دي، يعني بضطر اخلي الولاد يلعبوا بس عشان يبقوا زي اصحابهم شويه، ما يبقاش منعزل عنهم تماما. ما هي دي دكتوره الكارثه اللي كنا هنتكلم عليها، انه اصلا للاسف حتى لو قلت لابني انه انت ما تلعبش او انت بتلعب كده فترات طويله، بيقول لي طب ما هو صاحبي بيلعب بالفترات الطويله، واقول له والاخطر من كده في العاب ما بتبقاش مناسبه كمان لسنهم، يبدا يقول لي طب ما هو صاحبي بيلعبها. بالظبط، فدي كارثه كبيره الحقيقه. ابن خالتي طبعا طبعا. انا لن انسى ليله امتحان الثانويه العامه بتاعت ابني، ولقيته ماسك الموبايل الساعه 11 بالليل، فبقول له حبيبي مش المفروض بقى ندخل ننام يعني خلاص؟ مسكت الموبايل كده وفتح لي، كان ايامها بقى لسه الماسنجر عشان كانوا هم صغيرين، فيعني ايه قبل كل التواصل ده، فراح فتح لي وقال لي شايفه كل اللي منور اخضر ده كل اصحابي قاعدين معايا بكره الصبح، اشمعنى انا اللي هنام؟ ففكره ان احنا دايما زي الاخرين، لا يا جماعه، احنا محتاجين نحط عند نفسنا وعند اولادنا مبدا احنا مش لازم نبقى زي الاخرين. على فكره في ناس كتير جدا جدا قادره تمنع ده، فزي ما في ناس طول الوقت قاعده، في ناس تقدر تمنع، وفي ناس عارفه تعيش. يعني معلش احنا بنتكلم على اسر فقيره جدا مثلا اللي ما عندهاش موبايلات لكل واحد من الاطفال، طب ما الاطفال دي ما عندهاش موبايل وعايشه وبتنمو وبتتعلم بشكل افضل، ما يبقاش عندهم المشاكل الحقيقه اللي عند ناس تانية. بالظبط. فانا عايزه اقول للاهالي منع الشاشات ممكن، تقنين الشاشات ممكن، مش مستحيل. هم ليه بيتعاملوا معاه على انه مفروض علينا ومستحيل؟ بقول لهم يا جماعه انتوا بتدفعوا الافات عشان تبوظوا ولادكم، حرام. ما هو للاسف فعلا احنا اللي بنشتري، يعني أيوة. هو الطفل مش هو اللي بيجيب الحاجات دي، احنا بندفع ضغط الانترنت، واحنا اللي بنجري نصلح له الموبايل اول ما بيبوظ، واحنا اللي بنجري بيه برضه عشان نعالجه بعد ما بيتاثر. الله ينور عليك، ونجري بيه عشان نعالجه. طب ما كنا عملنا وقايه من الاول.
فتقنين وقت الشاشات، المشاهده المشتركه. لما هبتدي اجيب للطفل موبايل، ودي حاجه مهمه جدا 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 وانا عملتها مع اولادي. بصوا يا جماعه، انا بجيب لكم وسيله فيها بعض النفع والمتعه لكم وفيها ضرر. مفيش حاجه في العالم تقول ان انا يبقى عندي امانه لو سبتها لك بدون رقابه. فانا بعد اذنك لو هسمح بيه يبقى انا من حقي افتحه في اي وقت، واي ابلكيشن بتدخله الباسورد بتاعته هتبقى معايا. تمام. موافق مش موافق يبقى انا من الاول مش مفيش موبايل اصلا. يعني ده عقد اتفاق قبل ما ابتدي اسمح باستخدام السمارت سكرينز كلها، بحيث ان انا متواجده. بدخل قاعدين كده، وريني بقى ايه الاخبار، وخلاص هم عارفين ان ده حق. مش فكره لا ده البرايفسي بتاعتي مش من حقك تمسكيه، لا. دي الحقيقه مشكله كبيره انه اي حد يقول لك لا اصل ده تليفوني ما حدش هيدخل عليه. لا مفيش حاجه اسمها كده. وفي نفس الوقت انا بكون نموذج. اللي عايز يمسك تليفوني يمسكه. الباسورد بتاعتي البيت كله عارف. مفيش حاجه مستخبيه. مفيش حاجه مستخبيه. فزي ما انا ما عنديش حاجه اخبيها، انت ما عندكش حاجه تخبيها. فبنبتدي نبقى والمهم ان الاب والام عندهم هذه النيه وهذه الرغبه. على فكره انا ممكن اكتشف ان الاب والام بقالهم شهور ما جاش في باله يشوف ابنه بيتفرج على ايه. ما هو للاسف يا دكتوره برضو خلينا نتكلم على ضغوطات الحياه اللي بتخلي الاب للاسف مشغول والام مشغوله، بس برضو ده بينعكس على اطفالهم اللي هم اصلا يعني هو ده المنتج بتاعهم في الدنيا. معلش انا بقيت يعني بقول اللي يقول لي الكلمه دي اقول له ما كنتش خلفت. اكيد ما ده المنتج بتاعهم في الدنيا. ما دام مش ناوي توفر جزء من وقتك للكائن اللي انت جبته للحياه ما كنتش خلفت بقى. طيب في النهايه عايزين نعرف من حضرتك الرسائل الختاميه اللي ممكن توجهيها للناس عشان خاطر يتلافوا المشاكل اللي ممكن تحصل ليهم او لاولادهم. اولا ده خطر حقيقي، احنا مش بنهزر ومش بنبالغ، خطر حقيقي بيهدد مستقبل اولادنا وبيهدد مستقبل الاسر بتاعتنا بجد. التحكم فيه ممكن مش مستحيل، عايز مجهود، عايز نية وعايز ترتيب، لكن التحكم فيه ممكن. هل في ناس نجحت فيه؟ في ناس نجحت فيه، احنا ما بنقولش حاجة مستحيلة، الناس نجحت فيه. الموضوع متعب جدا جدا، عايز وقت وعايز طاقة اني استحمل كمية الجدال والشكوى اللي ولادنا هيعملوها، بس هو ممكن مع مجهود. في النهاية هي دي امانة ربنا سبحانه وتعالى مأمننا عليها. احنا في كائن احنا جبناه للحياة وبعدين احنا ضيعناه بايدينا وضيعناه وصرفنا على تضييعه. فلو اي رب اسره دلوقتي بيسمعني، ام او اب، دي امانه احنا هنسال عليها، لان الانسان ده لما هيكمل حياته بعد كده هيكملها بامكانيات ومهارات ناقصه بسبب اللي احنا ضيعناه من عمره كان المفروض يكتسب فيه مهارات وامكانيات. لو حد كبير فعلى قد ما هتبدا بدري وتاخد الامر بجديه عشان تعالج ده، على قد ما هتحصل على نتائج في حياتك من المكاسب والامكانيات اللي انت ما كنتش تعرف انها موجوده عندك. في النهايه يا دكتوره بتوجه لحضرتك بالشكر على المعلومات المهمه جدا اللي فعلا تهم كل بيت، ونتمنى يعني ان شاء الله ان الناس تنفذها وما تضيعش نفسها ولا تضيع اولادها. شكرا دكتوره منى. اشكرك جدا، وربنا يا رب يعين الاسر كلها واحنا تحت امرهم. وان شاء الله على وعد من حضرتك ان شاء الله تبقى معانا في حلقات جايه ان شاء الله باذن الله. تحت امرك ان شاء الله. شكرا يا دكتور. على مدار حلقتين، الحلقه اللي فاتت والحلقه ديت، كنا مع دكتوره منى البوصيلي استشاري الطب النفسي، واتكلمنا على حاجات مهمه جدا بتهم كل بيت. نتمنى ان احنا نكون وصلنا معلومه مفيده للبيوت كلها، ونتمنى ان شاء الله ان احنا ما نقعش في فخ المشاكل اللي ممكن تحصل لنا باستخدام التكنولوجيا. ونشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه وابديت.